يا رب يا رب يا رب النصر من عندك يا رب. عملنا النهاردة بيكاتا بالمشروم. الوصفة دي انا عاملاها من زمان بصراحة، بس الواحد كان حزين طبعا على اللي بيحصل او ما زال حزين، ولكن قلت يلا خليني انزلها وندعي كمان لحبايبنا ربنا ينصرهم يا رب. جبت هنا صينية وحطيت فيها زبدة، سيحتها كده وبعد كده جبت شرايح اللحمة، شرايح لحمة انتركوت. دي مناسبة للأكلة يعني للبيكاتا. يا رب يا رب يا رب انصرهم يا رب وقويهم يا رب. هنا بقى حطيت شرايح اللحمة اهيت. كل اللي يشوف الفيديو يا جماعة يدعي، يدعي ربنا ينصرهم ان شاء الله يا رب. ربنا ينصرهم وينصرنا يا رب. طبعا انا بحطها لغاية لما تتحمر، يعني الوش بتاعها يعني ياخد كده تحميرة، واقلبها على الناحية التانية طبعا. انا حتى كمان والله الموسيقى اللي في المقدمة برضو كتمت الصوت فيها، يعني الواحد فعلا حزين جدا، حزين جدا، ولكن ما باليد حيلة، والحياة مستمرة والدعاء مستمر. طبعا هنا زي ما شايفين كده لما اتحمرت من ناحيتين ابتديت اضيف بقى البهارات بتاعتي، فلفل اسود والملح. وده روزماري. و ايه تاني، وحطيت بقى بصل بودر ورشة كده، وتوم باودر برضو رشة كده. يعني الحاجات دي حلوة، يعني منكهة جميلة يعني للوصفة. حبيت بقى اخد كده ريحان فريش، قطعت الريحان وغسلته وحطيته برضو مع اللحمة. بس ما حطيتش اللي هي البذور دي، لا حطيت الورق فقط يعني. طبعا انا هنا زودت اللحمة مية عشان طبعا عايزاها تستوي يعني، فزودتها مية وهسيبها بقى اغطيها واسيبها تستوي. سبتها لغاية لما شربت المية كلها بتاعتها وبقت متحمرة كده التحمير اللي انتوا شايفينه ده. عشان بعد كده لون البيكاتا هياخد الصوص هيبقى نفس اللون البني ده. هنا بقى شلت اللحمة على جنب، زودت كده شوية زبدة او سمنة، وحطيت بقى بصلاية كده يعني هحمرها. يعني تاخد لون كده. ضفت كده بتاع فصين توم كده مفرومين، او فص كده صغير يعني، بس عشان الريحة يعني والطعم اكيد. ممكن في المرحلة دي احط معلقتين دقيق واخليهم يتحمروا مع السمنة. جبت المشروم فريش
ومسحته بالكلينكس. انا كنت بغسله بس قالوا لا ما ينفعش تتغسل، فمسحته كويس حبة حبة كده. وبعد كده قطعته شرايح وهضيفه على البصل اللي في الصينية وفص الثوم المهروس. زي ما قلت ممكن نضيف معلقة دقيق او معلقتين دقيق في المرحلة ديت، ولكن عادي يعني لو ما حطيتهمش دلوقتي مفيش مشكلة. انا هنا ضفت لبن اللي هو الحليب. ممكن كمان طبعا تضيفي كريمة، بس انا ما كانش عندي كريمة فاستكفيت بالحليب واداني برضو نتيجة ممتازة يعني، طعم جميل. ظبطت بقى الملح بتاعي، وهنا معلقتين الدقيق دوبتهم كده في شوية مية او شوية حليب، وهضيفهم على الخليط اللي انا عاملاه. ده عشان يتماسك بس، يبقى القوام يكون تقيل شوية يعني. بس بضيف بقى اللحمة بتاعتي تاني، برجعها تاخد كده غلوتين تلاتة كده في الصوص الجميل ده، واللون بتاعها يبقى بني اكتر. وخلاص بقى هطفي عليها بقى. هكون بقى انا مجهزة كده. هعمل رز ابيض طبعا، وهعمل خضار سوتيه. غسلت الكوسة كويس جدا وقطعتها كده صوابع، واحط عليها شويه ميه صغيرين شويه ملح، واسيبها تستوي براحتها، اغطيها يعني تستوي براحتها كأنها بتستوي على البخار. هنا الرز غسلته كويس، حطيت عليه معلقتين سمنه، وحطيت معلقتين زيت عشان يبقى مفلفل كده وجميل. وهضيف الملح، اشوحه كده، وبعد كده بضيف الميه بتاعتي، ومجرد ما يغلي بوطي عليه النار واسيبه يستوي. بقلب بقى الرز اهوت، وهسيبه بقى يستوي براحته على نار هاديه. مجرد ما بيغلي بنقلبه، وبعد كده نوطي عليه النار عشان خاطر يستوي براحته. بس هو ده بقى الشكل النهائي. حطيت الرز واللحمه ستيك مع الصوص بتاعها وخضار سوتيه، وبالهنا والشفا.